يا صباح الفل والورد والياسمين على اجمل متابعين حبايبي اخواتي. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد ويوم جديد وروتين جديد. النهارده هوريكم ازاي حولت المطبخ من الكركبه اللي انتوا شفتوها والفوضى للنظام والروقان اللي احنا شايفينه دلوقتي. اول حاجه هعملها اول حاجه هنعملها مع بعض، هنصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ولو ما اشتركتش في القناه يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس وتضغطي على المربع الاحمر اللي تحت الفيديو عشان تشتركي في القناه، وكمان تضغطي على علامه الجرس عشان يوصلك مني اي اشعار بفيد اي فيديو هنزله يجيلك باشعار. تمام. بدأت يومي النهارده بالمطبخ، وكان تنظيف عميق للمطبخ. وكان عندي شويه مواعين كتار كده، فاستعنت بالله ودخلت كده على المطبخ. مسكت كده المواعين عشان اغسلها. اول حاجه بفضي زي ما انتم شايفين الرخامه والحوض، وكان تحت الحوض وعلى البوتاجاز كان في مواعين. بصراحه دي كانت مواعين يومين. كنت تعبانه شويه او مكسله، مش اللي هو مش قادره ان انا اغسل مواعين او اعمل اي حاجه، ماليش نفس اي حاجه خالص. تمام. قمت كده نترت الكسل واتشجعت وقمت علشان انضف المطبخ. نضفت تنظيفة عميقة، يعني غسيل بوتاجاز بقى وأرضية ورخامة. شلت الستيكر اللي كان عليها. بصراحة أنا بحب الرخامة تكون من غير ستيكر. أنا قلت تغيير بس ما كانش حلو بالنسبة لي، لأن أنا بحب أغسل الرخامة كده بالسلكة والصابون. فالستيكر لو كنت غسلته بس بالسلكة كان اتجرح وكان لونه اتغير، كان لونه بهت كده. فعشان كده انا شلته خالص عشان اعرف اغسل المواعين، اغسل سوري الرخامة كويس، وبحبها تكون نظيفة كده وفاضية. وكمان في الفيديو ده هقدم لكم شوية نصايح بجد لو اتبعتيها يعني مودك يعني نظامك في التنظيف ويومك هيتغير لو رتبت كل حاجة هتعمليها. يعني ما تسيبيش كل حاجة سايحة على بعضها، لازم تنظمي هتعملي ايه الاول اللي بعده. تمام. نسمي بسم الله الرحمن الرحيم كده ونبدأ في النصايح. النهاردة انا هديكوا شوية نصايح، وكمان يا ريت لو عندكم نصيحة تدوها لي، فيا ريت تعلقوا لي تشاركوني بتعليق حلو زيكم كده، وتسيبوا لي اي نصيحة او اي تعليق. خلينا مع بعض النهاردة هديكوا شوية نصايح بجد لو اتبعتيها يومك هيتغير. ماشي. وسلسلة النصايح دي بعنوان ايه؟ خليكي شاطرة في بيتك. تمام. النصيحة الأولى كده هي التنظيف مش سباج، يعني هي بعنوان التنظيف مش سباج. بصي يا ست الكل، تنظيف مش سباج اللي هو 100 متر، ده مشوار طويل، ومش لازم تخلصيه كله في نفس اليوم. يعني لانك لو ضغطتي على نفسك هتتعبي بسرعة وهتكرهي الشغل. ابدأي دايما بالأولويات، زي مثلا لو الحوض مليان فضيه الأول، زي ما أنا قلتلك كده في أول الفيديو. بدأت بالمواعين، أنا أخدت بالنصايح وبجد والله فرقت معايا. لازم تنظمي تعملي الأول، تخلصي من حاجة حاجة. تمام. قلنا زي لو الحوض مليان تفضيه. ماشي. وبعدين تشوفي البوتاجاز اغسليه او امسحيه. حتى لو انت مش هتعملي اكل، يعني حتى لو هو عملت كوبايه شاي مثلا وفرت وقعت على البوتاجاز او كده، سخنتي مثلا عيش بيكون بينزل منه كده اللي هو الهري بتاع الردة وكلام من ده، فحتى لو انت مش هتعملي اكل امسحيه برضه، اديله تلميعه كده على الماشي. تمام. خلي كل حاجة دايما، يعني عينيكي على كل حاجة اللي هو ايه. ده عايز تلميع لمعيه بالمرة وانت في المطبخ بدل ما تطلعي ويرجع. بصي دهون على دهون بتعمل بلاوي صراحة. وبعد كده تشوف الرخامة بتاعت المطبخ. اهم حاجة ت- اهم حاجة الرخامة تكون فاضية عشان تحسي ان المطبخ واسع ونضيف. وعايزاك تحطي قاعدة ان اي حاجة تتوسخ تتغسل في ساعتها. ما يعني ما تستنيش ان الدنيا تقام عندك وبعد كده زي ما انا عملت كده. تعبت بصراحة في غسيل المواعين النهاردة، وده يا باشا حرفيا من غسيل المواعين. ده اول غلط انا يعني
معلش كلنا بيجيلنا ساعة كسل كده، ومنبقاش عايزين نعمل اي حاجة، ونفسنا بتتسد عن كل حاجة. تمام، فده غلط. ماشي. ما تسيبيش الدنيا تتكركب حواليكي وبعدين تقومي بعد كده تعملي الشغل كله مرة واحدة، هتتعبي جدا وهتزهقي، وهتكسلي اكتر، اللي هو الشغل كتير ولسه هعمل ده كله وكلام من ده. فاول باول بصراحة الدنيا بتخف من عليكي، وبتحسي ان الشغل كده اللي هو انتي بتهزري بتلعبي لما تكون الدنيا خايفة حواليكي. تمام. خلصنا كده اول نصيحة. طيب تاني نصيحة معانا السر في الترتيب. يعني الترتيب، بيتك لما يكون مرتب بتحس براحة بصراحة. يعني انا مقتنعة ان الترتيب نص النظافة، بجد والله. لان لما الحاجة تكون حواليكي، يعني المكان اللي حواليكي، هتحسي بالفوضى. يعني ما تكون كركبة حواليكي هتحسي بالفوضى، حتى لو في شوية تراب. يعني آم، مثلا يعني تعملي مثلا كل يوم او كل يومين تخصصي مثلا رف، يعني تعملي رف لكل حاجة، زي مكان الحاجات اللي يعني مش لازم كل مرة واحدة. يعني الحاجات اللي هي بتستخدميها يوميا يخليها قريبة من ايدك، بحيث ان انتي بتستخدمي ده كل يوم، تبقي يعني تكوني عارفة، ما تكونيش ملعبكة كله في بعضه تفضلي تدوري على الحاجة اللي انت عايزاها. لا، الحاجة اللي انت بتستعمليها يوميا تكوني عارفة ان هي في الدرج ده او في الضرفة دي، فتروحي عليها على طول. ما تفضليش تلعبكي في الحاجة اللي انت رصيتيها واللي انت عينتيها وكلام من ده. تمام. وكمان لو حاجة بتستعمليها مرة في كل فين وفين، حطها بعيد عن ايدك او فوق، يعني في ظرفة فوق او رف فوق، آه، بحيث ان هو يعني يكون يعني بعيد عن ايدك، انت مش بتحتاجيه، فيكون بعيد، مش عامل كركبة، مش عامل زحمة. تمام. وعندي حلة كمان، كل اسبوع بخصص 10 دقايق، ان شاء الله 10 دقايق تشيكي مثلا على الأدراج والدواليب، ولو في حاجة ملهاش لازمة أو بايظة تشيليها أو ترميها. تمام. زي مثلا درج الطماطم، لو في حاجة بايظة بتشيلي البايظ عشان ما يبوظش الطماطم الباقية. تمام. الدولاب لو متنعكش، لو حاجة على الوش متنعكشة، يا ريت تطبقيها وتحطيها. ماشي. لو يعني احنا في الصيف ولو خزنتي حاجة مدة طويلة بتلاقيها مثلا زي المكرونات والكلام ده والدقيق، بتلاقيهم سوسوا. فدايما ايدك تكون في حاجتك، علشان الحاجة يعني سوست ما تعديش الحاجة التانية. تمام. آه كده خلصنا تاني نصيحة معانا اللي هو الترتيب. طيب تالت نصيحة اللي هو المطبخ ده قلب البيت بجد. اكتر حاجة مهمة في البيت كله على بعضه هو المطبخ. اكتر حاجة بتقضي فيها يعني نص يومك المطبخ، او لو ما كانش يومك كله. يعني بتصحي من النوم يعني دوبك تصلي، تخش على المطبخ تعملي فطار، وبعد كده تفطري، تغسلي مواعين الفطار، بعد كده تدوري على الغدا، لو هتعملي شاي، لو هتعملي كاني، بعد كده تنضفي المطبخ تمسحيه. كل يوم السيناريو ده شغال، فبتلاقي نفسك ما بتطلعيش اصلا من المطبخ. المطبخ ده اكتر يوم بتقضي فيه وقتك، فلازم يكون نظيف على قد ما تقدري عشان تحسي براحة ومرتب، عشان تحسي براحة وانتي واقفة فيه. حتى بالذات للناس اللي عندها المساحات الضيقة زي عندي كده، لو حطيتي معلقة في الحوض بتحسي ان الحوض اتكركب، لو حطيتي اي حاجة على الرخامة تحسي ان الرخامة اتكركبت. تمام. طيب المطبخ ده اكتر مكان بيتوسخ. ماشي. وفي اول ما تعملي اكل، يعني اول ما تعملي اكل اغسلي زي ما انا قلت لكم كده، اغسلي الحوض والرخامة قبل ما تخرجي من المطبخ. يعني قبل ما تطلعي من المطبخ تكوني مشيكة على الحوض ومشيكة على البوتاجاز ومشيكة على الرخام، حتى لو انت داخله تعملي كوبايه شاي. تمام. يعني مثلا حاجه وقعت منك على الرخامه، على طول بفوطه كده وتلميها وتمسحيها. لو كوبايه اتحطت على الحوض اغسليها في السريع، مش حاجه هتتراكم خالص، ولا هتحسي بشغل كتير عليكي، ولا هتحسي بمسؤوليه كتير عليكي. هتخشي تعملي غدا مثلا، هتلاقي الحوض نظيف، المطبخ الرخامه نظيفه، البوتاجاز نظيف، هتحسي براحه. وانتي برضو بتعملي غدا، يعني الطبق اللي يتوسخ معاكي على الحوض برضو على طول، الحله، الكاني، اي حاجه. تمام. يعني مثلا لو الزيت طرطش مثلا على الحيطه والارضيه، امسحيه في نفس الوقت.
تمام، لان لو نشف هيتعبك في التنظيف. وخليها عادتك تمسحي البوتاجاز يوميا، حتى لو مش هتعملي اكله تجيل. يعني خلي البوتاجاز زي ما انا قلت لك كده، لمعي اي حاجه تشوفها قدام لمعيه. اي فوطه قصادك كده لمعي الرخامه، لمعي الحوض، لمعي البوتاجاز، الحيطه الارضيه. كل يوم كل يوم بجد والله ما هتلاقي حاجه اتوسخت عندك خالص، صدقيني. ومعانا كده كمان رابع نصيحه: التنظيف اليومي السريع. ماشي. بصي بقى، مش لازم كل يوم تعملي حملة نظافة كبيرة. في يوم كده، في حاجة كده اسمها تنظيف يومي سريع، زي مثلا امسح الأرض زي ما أنا قلتلك بالظبط. امسح الأرض بشرشوبة، وكمان لمي أي هدوم أو حاجات ملهاش أي لازمة. آه، يعني ارميها. يعني عندك هدوم صغيرة على أولادك، يعني مثلا تديها لحد محتاج أو ترميها، أو أي كركبة. الزيت فاضية. بالمناسبة يعني ازاز الزيت والكلام ده وبلاستيكات وازاز المية، انا بحوشهم في ازاي في شكارة كده، او في كيس كبير، وببيعه للراجل اللي هو بيلف بتاع الخردة. تمام، اللي بيلم الخردة. ماشي. آم، وكمان تهوية البيت حاجة مهمة جدا، ان انت تهوي بيتك كل يوم. ما تقولش بقى التراب ومش التراب، لا، ما انت بتنضفي كل يوم، بتلمعي كل يوم، فلازم بيتك يتهوى علشان ما يكونش ريحته كمكمه، او ريحه الاكل فيه او اي حاجه. تمام. فلازم تفتحي الشباك حتى لو 10 دقايق في اليوم. اول ما تصحي كده من النوم، تهوي الشقه، تفتحي البلكونه، تسدي الشيش كده وتفتحي البلكونه، وتفتحي الشباك. اي حاجه بتدخل عندك هواء او شمس او اي حاجه، الشمس بتطهر جدا المكان اللي بتيجي عليه. فيا ريت لو الشمس بتدخلك تفتحي الشباك او الشيش عشان الشمس تدخل، عشان تطهر عندك والهواء يغير نفس البيت. تمام. ف الله المستعان، وربنا ربنا يدينا الصحة ويدي كل أم الصحة يا رب، علشان الأمهات بتتعب كتير. مسؤولية عليها كبيرة، بالذات لما يكون معاها أطفال. ربنا يا رب يقوينا ويهدينا جميعا. النصيحة الخامسة: نفسيتك أهم من أي حاجة في الدنيا. تمام. يعني بعد اللي بتعمليه ده كله، اكيد مش نفسيتك مش هتكون احسن حاجه، ان انت بين العيال والتنظيف والطبيخ والغسيل والكنيس والمسح والترويق والتنظيف. يعني بصي، كل حاجه عليكي انت، وزن العيال بقى، والعيال بتتخانق مع بعضها وكلام من ده. فاكيد مودك مش هيكون احسن حاجه، فنفسيتك اهم من اي حاجه على وش الدنيا. تمام. عايزاكي كده تفتكري دايما ان التنظيف مش هدفه تعبك، بمعنى اصح، لا، ده هدفه يريحك، لان انت ما بتنظفي البيت، ما بتنظفي المطبخ، ما بتنظفي اي حاجه وبترتبيها، بتبصي بعينيكي كده بتلاقي ان انت في راحه غير طبيعيه، راحه لعينيكي حتى. غير ما يكون البيت مكركب، بتكون نفسيتك زي الزفت. والله بجد نفسيتك بتكون زي الزفت. انت مش طايقه بصي تقعدي في البيت نفسه، مش طايقه نفسك، ما انت اللي هتقومي تعملي ده. فدايما ايديكي لما تكون في الحاجه، دايما حاجتك تكون مترتبه، ما يكونش بقى يعني حاجه متراكمه عليكي. لو حتى يعني مثلا اعتبري نفسك تعبتي النهارده، وانت امبارح كنت ملمعه ومروقه بصي، مش لازم اقولك ان هو انت عملت روتين قوي، بس ما طلعتيش من المطبخ سبتي حاجه وراكي، ده اقل حاجه. تمام. قمتي تاني يوم اللي هو انت مش قادره تعملي اي حاجه خالص، فخلاص انت مش شايله اهم حاجه ان انت بيتك نظيف، مطبخك نظيف. اهم حاجه تكون كل حاجه نظيفه حواليك. تمام. آه ف فاهم حاجه النفسيه. يعني مثلا حتى لو بتشتغلي، ممكن لو انت بترتاحي، لو بتشغلي مزيكا مثلا او اغاني او كده، او بتشغلي قرآن بترتاحي في القرآن. آه يعني شغلي وانت بتشتغلي او انت بتعملي شغلك.
شغلي قرآن او شغلي اغاني، حاجة اللي هو تغير لك مودك يعني. وكمان لو تعبتي قسمي الشغل على كام يوم، يعني الشغل لو عندك المطبخ تقيل عليكي وهتعملي تنظيفة عميقة، أو أوضة الأطفال مثلا هتعملي نزلي الدولاب وهتشيلي تحت السراير وكلام من ده، فمش لازم انت تعملي كله في نفس اليوم. اصلا انت هتعملي اوضه النوم، ففي برضو في غدا هيتعمل، في فطار هيتعمل، في كان فاهمه، فمش لازم البيت كله يتعمل مره واحده. انا عن نفسي ما بعملش بيتي كله مره واحده، انا كل يوم بعمل حاجه، يعني كل يوم بعمل اوضه ماشي، مع ان انا شقتي مش كبيره ولا حاجه، بس كل يوم بعمل اوضه. لو انت شقتك كبيره مثلا، الاوضه النهارده انت قلبتي الاوضه فوقها على تحتيها ماشي، ومسحتي وعملتي، فمش لازم بقى انزل الدولاب في نفس اليوم ماشي. خلصت الاوضه وروقتيها وفرشتيها ومسحتيها ولمعتيها وزعفتها وعملت كل حاجه تمام، خلصت الدولاب بقى، فين الدولاب كده تاني يوم نزلي الدولاب وطبقيه ورصيه بروقان. ليه؟ لان انت خلصتي طاقتك في اول حاجه عملتيها. طيب هتدوري على حاجه تانية، هتحسي ان طاقتك خلصت، تعبتي خلاص، فمش هتعملي الحاجه بنفس الاتقان اللي هتعمليه وانت عندك طاقه. تمام. ودايما كافئي نفسك لما تحسي كده انت تعبتي او عملتي انجاز او عملتي مجهود، كافئي نفسك. اللي هو مثلا حتى يعني لو عملتي في اقل حاجه، يعني بقولك اقل حاجه تعملها لنفسك كوبايه شاي بعد ما تخلصي المعركه الواو دي. تمام. بس كده زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، انا غيرت الاستيكر، شلت الاستيكر كده بتاع الرخامة. انا كان عندي النهاردة 5 نصايح، 5 اهم من بعض واحسن من بعض، فياريت لو تتبعي نصهم، تتبعي كلهم، تتابعيهم، تحطهم في مخك. لو انتي بينك وبين نفسك كده، بص ما فيش حد بيتغير بين يوم وليلة، بس لو انت غيرتي من نفسك هتحس ان مودك بيتغير، تحس ان حياتك ماشية سلسة، والحاجة اللي كنت تعقدي منها غيريها. زي ما انت مثلا، زي ما قلتلك، انت ما تسيبيش الحاجة تتراكم عليك، اول باول هتحسي والله انت مرتاحة جدا جدا، ومش شايلة هم اي حاجة بصراحة. يعني اقل حاجه الواحد بيتعب، الواحد بيحصل له ظرف طارئ اللي هو مشوار على السريع، حاجه مش محتمله ان انت تقعدي لسه وهتنضفي وتعملي. بيحصل لنا كلنا ستات بيت، وعارفين ان احنا كلنا بيحصل لنا ظروف تخلينا احنا مش قادرين ننظف النهارده. فانا يعني نوعا ما المطبخ نظيف، مش هنضفه النهارده، مش قادره مثلا ورايا مشوار، فهو نوعا ما يعني ايه ماشي حال تمام. فانتي مش مضطرة ان انتي خايفة ان انتي تسيبي البيت وتمشي، حد يجيلك يلاقي الدنيا مكركبة، خايفة ان انتي تتعبي تلاقي حياتك متكركبة، فاهمة؟ بالذات لما يكون عندك اطفال، يعني ما عندكيش اولاد اللي هم كبار يعملوا معاكي. وزي ما انتوا شايفين كده، نظفت المطبخ وغسلت المواعين ونظفت الرخامة وشلت الستيكر ومسحت الارضية، غسلتها بالفرشة كده بتاعت المقشة. بصراحة احسن غسيل واحسن تنظيف الفرشة بتاعت المقشة. تمام. وزي ما انتوا شايفين كده الرخامة عندي بتلمع، بصراحة ده احسن منظر انا بحب اشوفه، والله بغير لي مودي 180 درجة. اي نعم بكون خلصت، بس والله احسن حاجة تحصل لي لما اكون خلصت كل اللي ورايا. تمام كده زي ما انتوا شايفين، وفرشت الارض كمان. واشوفكم على خير يا حبايبي، ومتنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. اشوفكم على خير، فيديو جديد ويوم جديد، وان شاء الله نحقق